بسم الله الرحمن الرحيم. احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا حبايبي، هنخش في الموضوع على طول. ايه يا ام محمد، نصلي على النبي الاول ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. جالنا ضيوف كده على طول فجاه كده يا ولاد، بالصلاه على النبي. وهتعملي ايه يا ام محمد في الشتاء ده والسقعه دي؟ تعال. طب هتتصرفي ازاي؟ طب هتقدمي لهم ايه والدنيا ساقعه؟ طبعا رحت جايه، كان عندي كيس بليله، كنت عامله بليله معاكم وكان باقي يعني زياده وشايلاه في الفريز. رحت بسرعه مطلعه كيس لبن، حطاه على البوتاجاز ومطلعه كيس البليله. ورحت جايه يا حبايب قلبي بشويه ميه سخنين، حطها هنا على العين ديت البليله تسخن وتفك، والعين التانية اللبن يفك، لان كل حاجه كانت عندي في الفريز. بس كده حبايب قلبي. ورحت جايه عندي شويه سوداني برضو، الرطوبه كده مطرياهم على نار هاديه خالص في طبق ألمونيا. رحت جايه دفتهم حبه، طيرت منهم الرطوبه بسرعه بسرعه كده كده، اوام ما كملتش 10 دقايق. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. رحت جايه حطاهم برضو في ومدياهم كده في الكبه. خبطتين كده راحوا متفرطين معايا، كان من هنا بقى بدأوا يفك معاني. زي ما انتوا شايفين كيس البليله، شايفين جامدين جامد ازاي. حطيت له بس شويه ميه عشان يحاول يفك كده شويه، حاجه بسيطه. وطبعا بدأ يفك، واللبن بتاعنا بيفك اهوت برضو. رخر نفس الكلام، بنغليه على البوتاجاز على العين التانية. واوام اوام ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه رأيكم يا ولاد؟ لو انتوا مكاني وعندكم الحاجات دي هتتصرفوا زي كده؟ اكيد طبعا. طبعا اللبن بتاعنا كان يا دوبك نصه اللي فك، حطيت ده على ده بقى. زي ما انتوا شايفين كل حاجة بتتكلم عن نفسها هي. بالصلاة على النبي حطيت لها كمية حلوة. وطبعا البوتاجاز قايد زي ما احنا شغالين، ونحط طبعا كمية السكر زي ما انت عايزة. طبعا انا ما بعدش، انا بحط بس واشوفه عايز ولا لا. حط السكر، طبعا السكر ده اختياري باللي انت عايزاه، وتحيقيه كده زي ما انت عايزاه. تحليه مش تحيقيه، تحليه. وكيس فانيليا طبعا حطيته، وسبته بقى ياخد ويدي كده بشكل ودي. بس كده حبايب قلب. جبت شوية لبن بقى كده في كوباية طبعا، وطبقين ومعلقتين نشا. على بس اللبن يكون بارد يا حبايبي، مش سخن. بالصلاة على النبي، اوام اوام ما شاء الله ما خدتش حاجة، سبتها تغلي شوية، ونزلنا بالمعلقتين دول. بس ايد بتقلب وايد بتفضي بسرعة بسرعة عشان ما يكلكحش مني. بالصلاة على النبي عملنا احلى حلة بليلة، مسافة 5 دقايق ما كملناش. وحطيناها وعبيناها بالشكل اللي هتشوفوه ده يا ولاد. وشربنا ودفينا نفسنا، وحاجة كده زي العسل. وكل حاجة في البيت والحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال. ايه رأيكم يا ولاد؟ عندي معلقتين قشطة كده برضو، حطيت شوية منهم حتة، بص جامدة ازاي. والله كانت في الفريزر برضو. حطيت منهم معلقتين يطعموا الطعم كده، يزودوا الطعم كده، والله كانت تحفة. في البرد اللي احنا فيه ده، احنا قاعدين بنتكتك يا ولاد، يعني عايزين نشرب حاجات دافية كتير وناكل حاجات وندفي بيتنا. اللهم بارك، كله عجب وعجبتهم جدا، وبقوا يقولوا لي ايه ده بسرعه كده، معقوله؟ فانت يا حبيبه قلبي لو كنت زي كده اعملي وحطي في الفريزر لاي وقت، تطلعي في السهره كده، عندك حد جالك بسرعه تطلعي وتعملي، وبالف هنا والشفا. زي ما انتوا شايفين عبيتك كوبايات كده. الصلاه على النبي. كانت عاجباكم؟ مهاب هيسلم عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ ادوا لايك بقى واشتراك والتعليقات. احلى بليله عملتها في ثواني. في ثواني. بس كده يا حبايب قلبي، وقدمتها لهم كده، والله كانت سخنه وجميله، وكله اعجب بيها وقالوا سلم ايديكي. لايك وشير ودعوه حلوه منكم لاختكم ام محمد. وان كنتوا اول مره تشوفيني فعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. كنتوا مع ام محمد يا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد.